السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب، يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. معايا هنا حلة على النار فيها ملح، مقطعين البطاطس بأي طريقة كده، مقشرينها وحاطينها تتسلق، عايزينها تتسلق حلوة قوي وتتهري. معايا هنا فلفل، معايا فراخ، معايا بصلة، معايا فلفل اسود وملح بهارات. الفراخ دي صدر فرخة، بس ربع فرخة. يعني انا كانت عندي ربع فرخه في الفريزر، خليتها واشتغلت بيها، عملتها مكعبات كده زي ما شايفين. هنحط معلقه زبده ومعلقه زيت او المتاح عندك، ونحط عليه البصل، نديله تقليبه كده. البصل مش بنسوي يعني، هو تقليبه بس عشان الفراخ ما بتاخدش وقت. هنضيف الفراخ كده زي ما شايفين. الفراخ بتستوي اسرع من اللحمه المفرومه، ف يعني ما بتاخدش بسهوله كده، بتستوي. عشان كده حطيت البصل، عشان البصله ما تبقاش نيه يعني. حطيت فلفل اسود، بهارات، ملح، وهنقلبهم. عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه. وده معانا فلفل الالوان، مفيش فلفل الوان المتاح عندك. فلفل اخضر البلدي العادي، الفلفل الاخضر ده اللي حطاه انا البلدي العادي. اي نوع فلفل عندك حطيه. هنديها كده تشويحه مع بعض. المفروض ان يتحط لها معلقه صلصه، يعني ما فيش عندي صلصه، حطيت طماطمايه كده ناشفه، خرطتها ورفيع برضو حطيت عليهم. بصوا اللهم بارك الكميه اللي اتحطت معانا هنا. كنت غاليه لبن، خدت الوش بتاعه وحطيت عليه نص كده ايه، كوبايه، وضفتها عليه نص كوبايه اللبن. عايزه اقول لكم الريحه رهيبه ما شاء الله، اللهم بارك. يا رب يحلي ذاتكم جميعا ويجعل الخير في بيوتكم. طبعا الوصفه دي احنا الجمعه دي عاملين الاكل اقتصادي شويه، عشان احنا لسه طبعا ولا احنا في اول الشهر ولا احنا في اخر الشهر. فربنا يا رب يوسعها علينا وعليكم جميعا يا رب. وعايزين أكلة كده سريعة في السقعة والتلج ده، مش قادرين بصراحة. البطاطس طبعا زي ما شايفين اتهرت خالص، لازم تسويها قوي قوي قوي. ف هرسناها بالهراسة، حطت لها حبة فلفل اسود وحبة كزبرة. ملح ما حطيتش عشان انا حاطة ملح في السلقان هي بتتسلق. جبت صينية دهنتها خفيف جدا بأي حاجة عندك، زيت أو زبدة، وحطيت فيها البطاطس. بصي البطاطس عندك مستوية، الفراخ مستوية، فاحنا مش هنحط في الفرن كتير. هو 10 دقايق أو 5 دقايق يعني. لو في لو عايزة تشغلي عليها الشواية ممكن تشغلي عليها الشواية وخلاص. لو فرنك حلو شغلي عليها 10 دقايق كده وطلعيها. حطينا البطاطس وبعدين حطينا الفراخ اللي احنا مجهزينها، وبعدين هنضيف بقية البطاطس اللي احنا مجهزينها. البطاطس تستوي حلو عشان تتهرس حلو وعشان تبقى ناعمة، ما تبقاش فيها كتل كده ناشفة. وهنفردها بقى بايديكي بالمعلقة بالمتاحة عندك. وبعدين هنرش عليها جبنة موتزاريلا. بصوا مش عايزة تحطي جبنة موتزاريلا، حبة قشطة من فوق، حبة بشاميل، بس انا مرضيتش برضه احط البشاميل. يعني خفيفة شوية، تبقى خفيفة شوية كده يعني. أنا في طبيعتي مش بستخدم الجبنة دي كتير بصراحة، يعني لو لاحظتوا في الفيديوهات بتاعتي كلها. كده دخلناها الفرن يا دوبك 10 دقايق أو أقل من 10 دقايق، وطلعتها سخنة بقى كده وجميلة. عايزة تعملي جنبها حبة رز، عايزة تاكليها بالعيش، عايزة تحمري جنبهم حبة بطاطس، عايزة يعني شوفي الحاجة اللي تريح الأولاد وتريح البيت كده اعمليها اللي بتحبوها يعني. بس عايزة أقول لكم هي جميلة جدا جدا كده. وما شاء الله ريحتها رهيبة وهتعجبكم يا رب. الوصفة حبايبي تكون أعجبتكم. ما تنسوش تدعوا ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعفو عن مبتلانا ويصلح أحوالنا جميعا ويكبر خاطرنا. وشكرا لكم حبايبي ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.